خطاء، في مطاردات، في خطف شنط، في اعتداءات، في ضرب، في مولوتوف. ازاي تحولنا من كل هذا مش هقول الرقي بقى والتلوم والحاجات اللي بنسمعها من نشطاء الثوره، لكن بقول ازاي الصراع السياسي تدنى الى كل هذه المراحل، يعني من بقى اعتداءات على مقر صحف، على مقر احزاب، لان الاثنين واحد، يعني الاثنين تعتدي هنا تعتدي هنا، الاثنين غلط، ازعل او افرح، بس يعني الاثنين غلط. ازاي تدنينا كده، ازاي انكسرنا كده للدرجه دي وبقينا يعني طلع فينا اسوأ ما فينا، بنجري ورا بعض وبنخطف بعض شنط وبنضرب على بعض مولوتوف وكده. انا معايا الاستاذ ياسر المصري وهو صديق الاستاذ عبد الرحمن عز، يقول برضو وجهة النظر الثانيه. اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بيك يا استاذ خالد. انت هل كنت موجود مع عبد الرحمن في النيابه او تعرف بواقعه سرقه الشنطه او الاحداث اللي قادت لحبسه؟ بمجرد ما حصل محاولة الاعتداء على عبد الرحمن عند الفندق وراح للاسم، انا كنا معاه عند الاسم. الحقيقة انا عايز ابتدي من النقطة اللي حضرتك انتهيت فيها، ان ازاي احنا وصلنا للمرحلة ان احنا بقينا شغل. بس عايزك تجاوبني الاول على اللي حصل لعبد الرحمن، هستأذنك يعني جاوبني وهسيبك تقول في الاخر تعليقك. اتفضل. يعني جاوبني على ايه اللي حصل مع عبد الرحمن عز بالظبط. يعني انت بتقول هو بيقول انه تم محاولة الاعتداء عليه، وعلاء بيقول ان دي شنطة وهو سرقها عشان فيها سيديهات بتاعت الوطن والوفد، الاعتداء على المقرات. الحقيقة ان عبد الرحمن عز جات له مكالمة ان في ايفنت او مؤتمر عايزينه يجي يقدمه في الفندق، وهو لما راح هناك لقى ناس مستنيينه وبدأوا يعتدوا عليه وقدر يهرب لحد الاسم، وفي الاسم دخل اعتصم بالاسم. بعد كده خلال اقل من وقت صغير جدا اتكلمنا وهو بيهرب الاسم، لان في ناس بيحاولوا يأذوني، وانا دلوقتي عند اسم الدقي. رحنا عند اسم الدقي، يعني في اكتر من مثلا 50 60 واحد متجمهرين حوالين الاسم مستنيينه عشان يخرج. كان في اوراق بطاقه عبد الرحمن ما كانتش معاه في الوقت دوت، فحبينا ندخلها جوه عشان اثناء التحقيق. يعني منعوا المحامي ان هو يدخل له، منعوا حد يدخله بطاقته، ما حدش خلاص يدخل. هو ماشي من غير بطاقه؟ لا، كان يعني واضح انه كان سايب بطاقته، ما اعرفش، يعني مش دي النقطه. ان هو كان كلمنا قال لنا انا بطاقتي نسيها، فحد يلحق يجيبها لي يا جماعه عشان التحقيق. فلقينا طبعا في تجمع حوالين يعني تفسر بايه حبسه؟ يعني هو اعتصم بالاسم، ودلوقتي كان معانا علاء بيقول ان هو سرق منه الشنطه ورماها في النفق، وبعدين جري على الاسم واتهمهم بالقتل او بمحاوله الاعتداء عليه عذرا، وبعدين النيابه حبسته. بالظبط. ما هو لما دخل الاسم عبد الرحمن وجه لهم الاتهام، فطبعا كان محتاج عشان الاجراءات والمحضر ان هو ياخد بطاقته، او يعني عشان يكملوا المحضر. فلما حاولنا ندخله البطاقه كان في حوالي 50 60 واحد متجمهرين حوالين الاسم، مانعين اي حد ان هو يدخل عند الاسم. وكان في شاب من الشباب كان رايح بعربيته عشان يدخله البطاقه، احتجزوه وقفوا العربيه فوق عن ساعه، وانت مين وهنفتش العربيه والكلام ده كله. حاولنا نبعت له محامي واثنين، طبعا كل ما كان بيلاقوا حد ملتحي داخل على طول بيمنعوه من الدخول وبيشتبكوا معاه. الشباب اللي بيمنعوه؟ ايوه بالظبط كده، الشباب اللي بيمنعوه. وفضلوا محاصرين الاسم يمكن لحد الساعه يعني متاخر جدا، 12 او 1 لحد الساعه 1، واحنا مش عارفين حتى ندخله محامي. يعني المحضر خلص وعبد الرحمن عز ما كانش معاه محامي، مضى على اقواله ما معهوش محامي، في حين ان الاخرين الطرف الاخر كان معاه اكثر من 10 15 محامي. فالحقيقه يعني هو يعني سوء النيه المبيت بيبان جدا ازاي. سوء النيه من قبل مين؟ يعني هل بتتهم اجهزه معينه بسوء النيه؟ لا ما بتكلمش على اجهزه، انا بتكلم على الطرف الاخر. يعني اذا كان انا حكايه كلها ان انا اعتديت على شخص، ازاي في غضون وقت صغير جدا حصل تجمهر من الطرف الاخر عند الاسم وبدا محاوله محاصره الاسم والى اخره. فالمشهد كله يدل ان كان هو كمين اتنصب لعبد الرحمن، وهو وقع فيه بنجاح، ان محاوله استدراجه عند مكان معين، استدراجه علشان تنفيذ قرار نيابه.